احنا دلوقتي قدام لعبه السينج اللي هي تعتبر لعبه الشطرنج بالنسبه لعصرنا الحالي، بس اللعبه دي ما كانش بيلعبها غير الملوك والوزراء وكبار الدوله. احنا دلوقتي قدام شكل من اشكال السينج، بس في العصر في الحياه الاخرى. يعني ده جزء من مقبره سينجم. شوفوا الرفاهيه، يعني حتى بعد الوفاه في العالم الاخر لازم يلعبوا، لازم ياخدوا الرفاهيه بتاعتهم كامله متكامله. كل حاجه، اكل، لبس، اكسسوارز، العاب، كل حاجه. وبعدين خدوا بالكم من حاجه يا جماعه، ما نسيش مراته معاه. ما نسيش مراته معاه. حتى هنا كمان المفروض ان ده منظر جنائزي، الراجل لو عايز يعمل حاجه يعملها. واخدينه من المقبره بتاعته، مقبره سينجم. على فكره سينجم ده كان الفنان بتاع المقابر. الفنان هو اللي كان بيرسم المقابر بتاعت قدمائنا المصريين، تمام؟ فهو هنا طبعا لو بصينا على الاشكال بتاعته هتلاقي فيه حاجات فن حلو. بصي كده وراكي هتحس فيه الملامح الاقصريه اكتر، الملامح الجنوب مصريه اكتر. وبعدين شوفوا اللون المصري الاحمر. الاحمر المصري الاحمر، لكن اللون اللي بيبقى بارز اكتر عند الرجال عشان الشمس. ايوه، واخد تاني. فيعني احنا دلوقتي قدام لعبه زي، عشان لما نقول ان مصر اصل كل شيء، فاحنا فعلا اصل كل شيء. فتخيلوا حتى الشطرنج اللي بيلعبوها في جميع انحاء العالم من عندنا هنا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. زي لعبه مشهوره عندنا دلوقتي الاغنياء، لعبه الجولف. زمان برضه كان عندهم السنه اللي الطبقه العليا. بالظبط كده. احنا هنا عندنا السنه دي كانت بتاعه الاغنياء. دلوقتي زي ما نور قالت ان فعلا دلوقتي كان الجولف هي بتاعه الدوله الحديثه، العصر الحديث قصدي، يعني انهم بيلعبوا الجولف دلوقتي.